انا مبسوطه وفرحانه وزي ما اتعودنا مع بعض. بشارككم يومياتي بعبالها كده اللي هو ايه، بحلوها بمرها، بتشاركوني كل حاجه. فما ينفعش ان انا اكون فرحانه وما اقولكوش طبعا. المهم ان تصوير الفيديو ده قبل تعبي اكيد، لان انا حاليا في بيتي. ف تكملة للفيديوهات اللي نزلتها لكم قبل كده، عايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان. ولو انت جديدة يا ست الكل واول مرة تشوفي قناتي عائلة نور، اتمنى تشرفيني وتشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. حابة اشكركم في البداية على دعواتكم ليا ووقوفكم جنبي، وكل كلمة حلوة قلتها لي بتقووني بيها، وكل دعوة حلوة. يعني اي اخت دعيتها لي ربنا يا رب يرزقك 10 امثالها، ربنا يجعله كده في صحتك وفي عافيتك ويجعله في بيتك وتشوفي كل الخير يا رب في اولادك، وربنا يرزق كل مشتاق ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. ربنا يعلم انا بدعيلكم من نغشيش قلبي. المهم يا اخواتي، ان انا جهزت زي ما انتوا شفتوا كده ولبست الطقم ده. فخلاص يعني كنت نويت الرحيل، ان امشي من البيت واعمل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. ده قبل تعبي، يعني قبل ما اتعب كده، لان انا طبعا يعني في قلب زيت الفيديو اللي انتوا شايفينه ده هتتفرجوا على تجهيزاتي وانا نازله، وهاخدكم معايا وانا راجعه. انا غيبتي بره البيت ما بتطولش كتير، وغالبا ما بنزلش غير للبصوا الشديد القوي للضروره، يعني اكون فعلا في احتياج ان انا لازم ابات بره البيت فانزل بقى. بس فالمهم طبعا ابتديت ان انا اجهز حاجتي، وكان عندي كام حاجه في الحوض غسلتهم وشيصت نفسي على قد ما اقدر، والحاجات اللي كانت نشفت رصيتها مكانها، ولميت الرشاقه بتاعه المعالق والشوك والسكاكين، كنت عايزه ان انا اخبيها في اي ظرفه. ما كنتش عايزاها ان هي تفضل بره على الرخامه. والاكل اللي في قلب العلبه ده طبعا هيتاكل يعني قبل ما نمشي وكده، بس انا كده يعني ايه كنت بجهز نفسي عشان لما العيال او جوزي، عشان في متابعه بتقولي انا بزعل منك لما انتي بتقولي ابو العيال قولي جوزي. ماشي. كنت مستنيه ان جوزي يجي عشان خاطر ننزل وكده. ف يعني ايه انا كنت بجهز بقى، عشان طبعا الحاجات دي لو هو موجود بيبقى فيه صربعه، فممكن في حاجه ان انا انساها. فمسكت بقى كوبايات الاولاد اللي كان مكانها لبن وكده غسلتها، واخدت كمان الببرونه بتاعت بنتي، واخدت اللبن بتاعها، واخدت الادويه اللي ممكن احتاج لها وانا بره. يعني خدت كل حاجه ممكن اكون محتاجه لها. غيبتي مش بتطول، وبالكتير قوي ممكن اقعد يعني مثلا ايه يوم او يومين بس. لازم تبقى معايا الحاجات الاساسيه بتاعه الاولاد اللي مقدرش استغنى عنها، عشان من غيرها انا ممكن اتبهدل، ممكن ما ينيمونيش اصلا. تمام كده. وبعد ما خلصت بقى طبعا لولي مأنساني لانها كانت صاحيه، اخواتها كانوا نايمين. فبعد ما خلصت دخلت بقى كده هنا على الغرفه، وابتديت اجهز الشنطه اللي هننزل بيها. في حاجات في البيت احنا كنا عاملينها كتير، وده نزل لكم في الفيديوهات او في الروتينات اللي قبل كده، فمش هتكلم معاكم عليها. المهم يا بنات اني في حوار الليله بتاعه الحشرات دي، المفروض يكون في زي كورس علاج. كورس العلاج ده يترش البيت بأركانه، بالأركان بتاعته، يعني الداخل المخارج بتاعة الشقة ومداخلها والكلام ده كله، يوم بعد يوم. يعني اللي هو زي كورس علاج كده، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، بتفضلي مستمرية كده فترة، عشان خاطر يعني تقطعي اي حاجة ممكن تيجي البيت عندك. بس للأسف عشان انا عندي اولاد انا ما اقدرش اعمل ده، لان انتوا عارفين الاولاد اساسا انت صعب السيطرة عليهم، هم قعدتهم كلها في الاركان. يعني انا عندي ابني او بنتي لما بيحبوا يلعبوا او يجروا ورا بعض او يعملوا اي حاجه او يستخبوا والكلام ده، بيروحوا يقعدوا في ركان الاوض ويستخبوا ورا البيبان والحاجات دي. فطبعا انا ما اقدرش اخاطر بقى. هو الرش ملهوش ريحه، بس ليه اضرار. فكل الحاجات دي بقى بتبقى خطر جدا، يعني بيبقى لازم عناية جامدة جدا في التنظيف، ولازم تبقي بصي منضفة كل سنتوفة في قلب المكان. مش هينفع بصراحة معايا حوار ان انا ارش يوم بعد يوم. بس فالمهم انا ابتديت طبعا اجهز البامبرز بتاع الاولاد والهدوم، وقدام كل رصة هدوم يعني باخد لهم مثلا غيارين 3 ومثلا فانيلتين داخليين او 3 وكده.
والبامبرز بقى بتاعهم، وكل يعني كل عيل بقى قدام الهدوم بتاعته البامبرز بتاعه، يعني عشان تبقى هدومه قدام يعني يبقى سهل ان انا ايه اخد الحاجه وابقى عارفه رصه ايدي عامله ازاي وكده. فاخدت برضو ايه الحاجات اللي انا ممكن اكون محتاجه لها. طلعت بقى كده التيتويه الطقم ده عشان خاطر البسه لها، هتبقى اول مره تلبسه. عايزه اقول لكم ان بنتي بصوا صغننه بطريقه محدش يتخيلها، محدش يديها اصلا السنه ونص، ضعيفه جدا. فالطقم هتحسوا ان هو مبهوأ عليها. انتوا برضو قولوا لي رايكم كده في التعليقات، شكله يعني كيوت كده وعسل ولا كبير؟ المهم بقى يا بنات ان انا كنت حابه افرحكم معايا وانا عارفه ان في ناس هتفرح لي. انا على فكره انا مش سهل عليا ان انا ابدا من الصفر، ومش سهل عليا خالص ان انا افتح قناه جديده. الموضوع كان صعب بالنسبه لي، بس يعني ربنا مفيش احن منه. انا مبسوطه وفرحانه عشان عيله نور اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب وقفت على رجليها وخلاص. يعني اخدنا اول خطوه، وان شاء الله ان شاء الله القناه يعني هتكبر اكتر واكتر بيكم. والحمد لله يا بنات القناه اتفعلت. انا مبسوطه قوي، مبسوطه وربنا يعلم. بس حصل شوية ضربات وتعبي والكلام اللي بيتكتب لي عشان القناة التانية من المفروض حبايبي واخواتي اللي يحبوا لي الخير ويفرحوا لي تعبوني نفسيا زيادة. فده أثر عليا، فمعرفتش ان انا طبعا اطلع لكم اليومين اللي فاتوا دول وان انا اتكلم معاكم براحتي. بس فمبسوطة، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة وربنا يرزقكم كده من حيث لا تحتسبوا كل حاجة نفسكم فيها. فحبيت ان انا افرحكم معايا عشان احنا شركة في كل حاجة يعني. المهم يا اخواتي ان زي ما انتوا شفتوا طبعا الطقم بتاع تيتويا، بس هي ما خلتش التوق على دماغها، التوكة ما خلتهاش، هي قلعتها ونعكشت شعرها في الاخر يعني. وبس كده خلاص كنت خرجنا وقعدنا وكده، وهنا خلاص كنا مروحين، والمفروض ان احنا كنا هنعدي وهنجيب اكل من بره. بمناسبة بقى الاعراض اللي حصلت لي والتعب اللي انا وصلت ليه ده، كان حد بيقول لي يا نور هي نازله معويه. هي كانت نازله معويه حاده جدا، وسببها ممكن يكون من الفاكهه. ماشي، دي تاني مرة تحصل لي على التوالي بقى. يعني بصوا اول مرة كان الاسبوع اللي قبليه على طول ساعة لما قلت لكم موضوع البطيخ، وتاني مرة كان يعني جوزي وكده كان جايب اكل معاه من بره واكلت منه وتعبت جدا. فبيقول للدكتور ما انا اكلت كمان من الاكل ليه انا ما تعبتش؟ راح قال له مناعتك مش زي مناعتها، هي ممكن مناعتها ضعيفة ما تستحملش، فعشان كده تعبت بالشكل ده. تعبت وفقدت سوائل كتير لدرجة ان انا ضغطي كان واطي جدا. يعني الدكتور قال لي اصلا الخطورة كلها كمان من الضغط الواطي، ان هو يبقى الضغط واطي كده مش مخليني ان انا متزنة، والسوائل بتخلي الجسم مش يعني مش بكفاءته الكويسة ان هو يبقى عندك مجهود ان انت تعملي حاجة او تكوني متزنة او واعية للي حواليكي. لا، ممكن يخلي عندك ان انت اساسا مش مركزة في اي حاجة، عدم اتزان يعني. بس فاللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب طبعا بالادويه والحاجات اللي قلت لكم عليها. الحمد لله الدنيا اتظبطت. بس الدكتور قال لي بقى تمشي بقى على 4-5 ايام، المفروض ان انا افضل قاعده على مسلوق كده، اكل يعني اكل مسلوق وحاجات زي كده عشان الدنيا تتحسن معايا اكتر. وبس والله يعني هو ده اللي حصل. المهم يا اخواتي هنا كنا مروحين. طبعا عايزه اقول لكم ان هي كانت بتشتي واحنا في الطريق، وهنا كنا رايحين عند بروكار وكنا بنجيب من عنده حاجات. يعني الكلام ده قبل ما اتعب على فكرة. وبس كده انا ما ببقاش متحفزة قوي للخروج برا البيت او البيات برا، لان من الاخر انا بخرج من بيت لبيت، فالموضوع بيبقى بالنسبة لي مفهوش حماس وببقى ما عنديش الشغف ان انا اعمله اساسا. بس الحمد لله يعني كل مرة ببقى خارجة من البيت حاطة ايدي على قلبي ان انا هرجع بالاولاد تعبانين، بس الحمد لله هما جم تعبوا عندي. يعني عمر اخد الدور من الحضانة تقريبا، فالدور شديد جدا عليه. المهم بقى يا اخواتي هو هنا كان عمال يخرب ويدعبس في الحاجة بتاعت باباه وكان خارب الدنيا وكده. وبس ده كان فيديو النهاردة، حبيت ان انا اشارككم كده يعني يوم خفيف لطيف وما طولش عليكم وافرحكم معايا. متنسونيش بقى بدعواتكم ولايكات كتير، ومع السلامة في حفظ الله ورعايته.